عمرك سألت نفسك أنا بشرب شاي أو قهوة في مج صحي ولا لأ؟ طبعا أنواع المجات كتير ومالية السوق دلوقتي. الصيني، البورسلين، الأركوبال، الإزاز. أكتر الناس دلوقتي بيستخدموا المجات اللي هي البورسلين أو المجات الأركوبال. طبعا كل الحاجات دي كويسة، مقلناش حاجة، بس لازم يبقى فيه حاجات تبقى عارفها او تبقى عارفاها عشان تأكدي ان انت بتشربها في حاجة سليمة مفيش فيها اي ضرر. لما بتيجي تشتري المج دهوت الاركبال دوت، لازم تتأكدي ان هو سليم من جوه، مفيش فيه اي كسر او اي خدش، وتأكدي ان عليه علامة من ورا كده ان هو صالح ان انت تستخدميه في الميكرويف. هو انا هدخل المج في الميكرويف ليه؟ لا، مش معنى الكلام، المعنى ان هو يستحمل درجات الحرارة العالية وما يتفاعلش مع الحاجات السخنة اللي احنا بنحطها في المج نفسه. تمام. لان المجات البرسولين والاركوبال والسيراميك بيبقى داخل فيها عنصر الرصاص، فلو اتفاعل مع الحاجة السخنة اللي احنا بنشربها هيسبب في امراض كتير احنا في غنى عنها. طبعا اهم حاجة تأكدي ان هو مفيش في اي حاجة، حتى مع الاستخدام الكتير لو حصل فيه كسر او خدش توقفي استخدامه خالص، ده كده ما عادش امن ولا غير صحي. احسن حاجة نشرب فيها لو خايفة او خايف على صحتك ومش واثق في الحاجة اللي انت شاريها ديت، سواء بورسلين او سيراميك او كده، احسن حاجة نشرب فيها هي المج الازاز ما بيتفاعلش مع اي حاجة خالص ولا في اي خامات. هو الازاز كده زي ما انتم شايفينه ابيض شفاف، يعتبر امن حاجة ان احنا نشرب فيها. تمام. لو عايز ده يبقى تتبع الكلام اللي احنا قلناه، تبقى عليه علامة ان هو ممكن يدخل الميكرويف، يعني بتحمل درجات حرارة عالية وما يكونش فيه اي خدش ولا اي كسر، لان لو في حالة الخدش او الكسر المادة اللي جواه اللي هي مادة الرصاص ديت هتطلع وتتفاعل مع المشروب اللي انت بتشربه. في حالة ان انت حسيت بتشرب في مج من ده وحسيت بطعم معدن في بقك، توقف عملية الشرب في المج ده تماما، لانه كده يبقى خلاص صلاحية المج دي انتهت، ما عادش ينفع للاستخدام. الخلاصة المج الازاز احسن حاجة نشرب فيها. خلي بالكم من صحتكم.